بتعلم كل حاجه، من مانجمنت من الاول، ان يكون عندي مكتب، ان يكون عندي موارد بشريه وتيم بوجهه، كلها حاجات انا اتعلمتها في فتره وجيزه جدا. حصل لك محنه كبيره في حياتك بتاعه المرض، اتعلمتي منها ايه؟ الوقت ده حاجه، ده هديه من ربنا، ده هديه ادهاني، فانا لازم استغلها. يمكن وقت مرضي لما الناس بعدت شويه عني، ما بقتش لاقيه كل اللي حواليا زي الاول. انت بتدعمي جمعيات كتير وبتساعديهم في ايفنتس. ده هي من اكتر المؤسسات اللي غاليه عليا، ودي كانت الانطلاقه بالنسبه لي. موضوع بوش اليه دوت، كل اللي حواليا قالوا لي انت هتفتحي في هوليوود. هل السوق هناك اسهل من هنا؟ انا بحب السوق المصري، وانا احب اكون مميزه في حاجه بعملها، وفعلا نجحت في الحته دي. حاجات كتير هي اللي بتظبط اللوك برضو، يعني ما انا اذا ما كنتش امينه في شغلي مش هيرجع لي تاني كلاينت. يعني لو رجع بيكي الزمن 20 سنه القرار هيتغير؟ بقول ان الوقت ده كله بغير في شخصيتي حاجات كتير جدا، علمني حاجات كتير، عملنا فيه ستوريز اوف سكسس كتير جدا. وكانوا عايزينك تنزلي انتخابات وكانوا عايزينك تنجحي، الكلام ده اكيد وصل. صدقني مش عارفه، انا ماشيه ربنا بيعمل لي توقيت لكل حاجه، صح؟ فانا دايما بسلم له اموري. اهلا بيكم في بودكاست جديد من ايجي بودكاست بيزنس. ضيفتي النهارده واحده من السيدات اللي مثل اعلى لستات كتير، عامله ضجه. وجودها بيلفت الانظار في كل مكان. بيزنس وومن، وده براندات، فاشونيستا وايقونه موضه. حاجات كتير قوي مش عارف اقولها، خليها هي تقولها احسن. ضيفتي النهارده سيده الاعمال ياسمين ثروت، منوراني. ازيك يا احمد؟ شكرا على المقدمه دي. انا ميرسي. ما عرفتش اقول حاجه. انت ما شاء الله الناس بتتابعك في حاجات كتير، والايفنت مانجمنت والبي ار والبراند بوش والبوش مانجمنت. بحاول اجتهد. انت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عملتي طفره في وقت قليل، 4-5 سنين. يعني الناس بتقعد بال20 و30 سنه وما بتعرفش تعملها. كرم من ربنا، الحمد لله. مش بحسدك، لا خالص، لا يعني لا لا. يعني ما شاء الله. لا، بس كرم من ربنا فعلا، واجتهاد وشغل لفترات طويله. قدرت في الخمس سنين دي، بقول اشتغلت كاني بقالي 20 سنه بشتغل، كنت بعوض عمر فات. شغف، جمعتي الشغف. انا شغوفه جدا بتاع ال 20 سنه وكثفتيه دلوقتي. كثفته في الخمس سنين دول. طب لو انا هعرفك وهقول ياسمين ثروت ايه، تحبي انهي حاجه؟ البيزنس وومن، ولا فاشونيستا، ولا البي ار مانجر، ولا اللي عندك براندات؟ تحبي تقلي ايه؟ اول حاجه ده اكتر حاجه قريبه لقلبي. ماذر. ورائده اعمال. شفتي رياده الاعمال دي ازاي وفكرتي فيها ازاي؟ يعني لما جيتي تخشي او ترجعي بعد سنين من تخرجك من الجامعه، وبعد الافكار اللي اكيد كلنا في الجامعه كان بيبقى عندنا احلام ورديه وافكار وحاجات كده. قعدتي 20 سنه او حاجه و20 سنه بعيده، وبعد كده قررتي انك ترجعي. شفتي رياده الاعمال من انهي منظور اللي ممكن تدخلك تاني وترجعي؟ انا كنت عموما طالبه متفوقه جدا، بحب اذاكر جدا، بحب دايما اكون يعني متفوقه في اي حاجه بدخلها، اسمي دايما يتقال شاطره قوي. وانا في الجامعه كنت دايما معيده لكل الدكاتره بتوع الاقتصاد، فكنت دايما بحب ابقى مميزه. بس ما كانش عندي الحلم دوت ان انا اعمل حاجه او ان انا هبقى حاجه. كان حلمي ابقى زوجه وام، وفعلا حققت ده وحققته بنجاح، وفخوره بولادي جدا. وبعد كده بقى في ظروف حصلت في حياتي وتجارب كتير خلتني اتجه اقول، او حسيت ان انا شويه بأثر على الناس اللي حواليا، ليا بصمه مع كل حد. فقلت ما الواحد لازم يستغل دوت ويدخل بقى يعمل بيزنس صغير. ما كنتش شايفه اللي انا هبقى فيه دلوقتي. طب انا عايز اسال بس على حته صغيره. البنات والستات اللي بيبقوا شايفين ان الجواز والخلفه بيقتل الحلم وبيقتل الشغف وبيقتل النجاح، وتقولي لهم ايه؟ وانت يعني انت خريجه، يعني انت بتقولي انا خريجه، كنت دحيحه وتقديرك عالي ودارسه كويس، يعني عندك كل الحاجات. كل الدكاتره كانوا متوقعين ان انا اكمل، ابقى اخد PhD وابقى دكتوره في الجامعه، وكان كله متوقع كده لياسمين يعني. وليه بقى لما اخترتي الولاد؟ يمكن عشان جوزت بدري قوي وولادي، كان رهان كسبان. يعني ايه؟ يعني الستات دلوقتي تقول لك لا ما اتجوزش واخلف، اصل ده هيبوظ الكارير. انت ضربتي الكارير في الحيطه. كنزي، هم اهم حاجه، هم كنزي في الحياه، ولادي هم اهم حاجه. يعني لو رجع بيكي الزمن 20 سنه القرار هيتغير؟ لا ياسمين صدقني، وبالعكس بقول ان الوقت ده كله
غير في شخصيتي حاجات كتير جدا، علمني حاجات كتير، اكتسبت علاقات كتيرة جدا، خبرة. يمكن ربنا شايف ان ده اللي كان الوقت المناسب. يمكن لو كنت ابتديت قبل كده يمكن ما كنتش هقدر اوفق بين ولادي والشغل، اكيد كان هيحصل خلل. انا شايفه ان بس ربنا لو بيديك. الزمن رجع مم. والنهارده احنا لسه في الجامعه اهو نتخرج، نتجوز دلوقتي ولا نستنى شويه، طب نتجوز ونشتغل ولا نتجوز ونقعد في البيت بعد ما شفتي ده وشفتي ده؟ انا شايفه ان الحمد لله يعني كله كان توفيق من عند ربنا. راضيه بالرحله دي؟ اه، طب ودايما بقول it's never too late. طب انت وقت ما اتجوزتي كان زوج حضرتك موافق انك تشتغلي ولا هو كان رافض وده لا خالص، ما كانش هو اللي شجعني الاول ان انا اشتغل اصلا. وقت ما اتجوزتوا في الاول؟ ما كانش عنده اي مانع، وهو اللي شجعني ان انا ابتدي اصلا شغل. دلوقتي؟ اه، زمان بقى ما كانش يبقى مش هو اللي عنده اي منع مانع خالص، لا. وانت اللي بمزاجك قررتي كده؟ ما اعرفش، انا يمكن تربيتنا، عيلتنا، مش عارفه. بقعد افكر مع نفسي ليه، مش عارفه، مع اني كنت المفروض استغل كل شطارتي ايوه وتفوقي انا دوت. يعني هو ما كانش مانع يعني كمان لو الزوج مانع هقول لا، ماشي يعني يمكن لكن بقى كان ادم اول بيبي جايلي وكنت صغيره وعايزه اهتم بيه قوي وخايفه ان حاجه تاثر، مش طب كان عارفه. رد فعل الاولاد وزوجك ايه لما قررتي انك ترجعي في تاني بقى؟ الاول كانوا مشجعيني جدا طبعا ومبسوطين وكده، بس بعدين الموضوع بقى اخد بقوش ابعاد اخرى. يشوفوكي بقى تاني بقى اه، غلط ماما بس راحت بص، فين؟ برضو انا الحمد لله انا ولادي 2 بيذاكروا بره، ادم وتيا بره في الجامعه. ما ف شاء الله. يعني ابتديت برضو كانوا هم كبار، ما فيش غير سليم دلوقتي بس. فلا، تيا وادم بأظن يعني هم فخورين بيا بس طبعا بيتضايقوا كانوا ان انا على طول ببقى مش متواجده، ان انا كنت في ال5 سنين دول انا ببذل مجهود رهيب ليل نهار، عايزه اثبت نفسي واثبت نعمل عايزه حاجه، تعوضي 20 سنه. وفي فرص قدامي كتير جدا مش عايزه افوت حاجه. فانا بحاول واتعلم كمان، انا بتعلم كل حاجه، مانجمنت من الاول، ان يكون عندي مكتب، ان يكون عندي موارد بشريه وتيم بوجهه، كلها حاجات انا اتعلمتها في فتره وجيزه جدا، انا ما كانش عندي اي اكسبيرينس. طب لما قررتي انك ترجعي بدأتي منين؟ لا، انا ما رجعتش، انا ابتديت. او ما يعني بقى قررتي تبتدي انا مش عارف اقولها بتبتدي، قررتي تبتدي بدأتيها منين؟ انا طول عمري ليا باشن او حب كبير للفاشن، لاي حاجه، اللبس، الازياء، فقلت ابتدي. طيب، ابتدي. ما فيش في مصر قوي النضارات اللي انا بلبسها والستايل اللي انا بلبسه دوت مش موجود قوي، وانا صحابي كتير ومعارفي كتير قوي. طب ما ابتدي اعمل حاجه صغيره، وابتديت بالنضارات. جبت الاول كام براند مختلفين، الناس كانت لما تشوفني تقول ايه دوت. وابتدى بقى اعمل، ما ابتديتش بادجت حتى، انا كنت بعمل ماركتنج لنفسي، يعني انا كنت الماركتنج ماتيريال. انت الواجهه بتاعت البراند. وابتديت انا يعني ببساطه جدا، وابتديت بقى علاقاتي بالفنانين اخلي ياخدوا من عندي حاجه يلبسوها، يعني بابسط من البساطه. والموضوع واونلاين كله وكنت بقدم لهم سيرفيس اللي انا بحبه، يعني بحب الناس تجي لي لحد البيت بحاجتي اشتريها، انقي في البيت. ما كانش لسه عندي محلات بس، والحمد لله الموضوع كبر وبقى ديت منظومه لوحدها، بوش شيدز شغاله بفروع كتير، يعني واخدين حاجات كتير جدا واكسكلوسيفيتي في حاجات كتير، وعندنا البراند بتاعتنا الاوبتيكال، كله وده نظارات. نظارات شمسيه واوبتيكال. ليه ما قررتيش تدخلي حاجه تاني جنب النظارات؟ قلت احسن الواحد يبقى سبيسيفيك. الفاشن كمان فيها، مع ان انا كله بيقول لي انت تنفعي تعملي براند للفاشن وكده، لكن انا اتجهت ان انا اساعد بعد كده البراندز بتوع الفاشن او الديزاينرز الصغيرين. النظارات الماركت بتاعها ما فيهوش وانا احب اكون مميزه في حاجه بعملها، وفعلا نجحت في الحته دي. يعني اخترت حته مش كتير فيها عشان اكون انا بلمع فيها. عندك شغف بالنجاح، مش بالماده. فعلا دي حقيقه، برافو عليك. يعني انت ممكن تكسبي اكتر، بس انت بتدوري على الحاجه اليونيك او الحاجه المميزه بالزبط. اللي تبقى انت بس المميزه نجاح فيها. واثبات ان انا نجحت كمان، يعني فعلا عايزه دوت، فهعمله باي طريقه. يعني موضوع بوش اليه دوت، كل اللي حواليا قالوا لي انت هتفتحي في هوليوود، هتعملي ايه وايه دوت. وعملت شركه دلوقتي، وعندي شركه ومكان وشغاله، وبساعد كميه براندز مصريه ومن الميدل ايست، بنعمل لهم سيلبرتي بليسمنت في هوليوود. عملتيها ازاي دي؟ كنت هناك في الصيف، وجات لي عندي كميه علاقات هنا رهيبه بكل هنا في مصر وفي الميدل ايست. طب في هوليوود بقى عملتيها ازاي؟ انا قريبتي عايشه هناك، ما كانتش بتشتغل، وشايفين ان انا بشتغل، فابتدى يجي لها الحماس اللي هو طب ما انا هنعمل حاجه مع بعض. جات لي الفكره، قلت لها انت تعرفي ستايلست كذا، قلتي لي انت تعرفي ما اعرفش ايه،
قررت وعملت ايفنت وعشاء وعزمت فيه الستايلست، وبعت جبت حاجات من براند مصريه هنا في مصر، فاكره لحد دلوقتي يمين، 2 براندز، حد بتاع شنط وحد بتاع هدوم، ولبسنا للسليبرتيز، وابتدى الموضوع يكبر جدا. وبقى عندي دلوقتي فيها فوق ال 22 ديزاينر في شوروم هناك شغال. هل السوق هناك اسهل من هنا؟ لا لا لا, اصعب صعب بكتير. جدا طب انت ازاي عرفتي تعمليها؟ ده اللي بيفتح جدا. محل في اخر الشارع بيقول انا بطل. انت هو رحت مش فتحتي محل، فوليو انا مش او شوروم او انا حتى انه بعمل دخل السوق هناك؟ بيزنس مختلف، لان هو هناك موضوع البي ار دوت بتاع البي ار للبراندز والديزاينز متعارف عليه في هوليوود، مش عندنا في مصر الموضوع دوت. انت بتعمل شو روم، بتيجي مثلا سيلبرتي ريانا مثلا عايزه فستان مختلف، يجي لك الستايلست بتاعها، بقى عندنا منظومه بقى وستايلست يا ريانا دي بيكلمهم، بتيجي مش عادي؟ هي الستايلست اي بتاعها. نو، يعني انها تلبس في الاخر من عندكم ده احنا ريتا عادي؟ اورا لابسه، ريانا لابسه، بيونسي لابسه من عندنا. لا انا عارف ان انت عملتي ده، بس اه قصدي ان ده عادي، ده اللي احنا لا تعبنا يعني. طبعا شويه، ابتدى انت عايزه براندز معروفه، تعبنا طبعا عشان نعمل الموضوع ده، والبراندز ديت بتبقى عندك شغاله بريتينر في الشهر، ده بزنس متعارف عليه بره في هوليوود بالذات، لان هي بلد النجوم اللي فيها هايلايت. الاوردز على طول، وفي على طول بريميرز، فعلى طول هم عايزين يلبسوا حاجات مختلفه، وبيحبوا جدا الميدل ايسترن براندز، البراندز اللي في لا الشرق بس ده الاوسط. شطاره انك عرفتي انك فدي كانت تحدي يعني ليا محدش مثلا. فكر فيها قبل كده. بالظبط، فان احنا وممكن يبقى واحده في براندات مصريه. اكبر منك في الحجم او في الزمن ما فكروش السكه دي. بس انا قلت الواحد دايما بفكر على طول ازاي الواحد يستغل العلاقات اللي عملها او المعارف اللي عنده، مش يستغل يعني، ازاي افيده انت ويفيدني. شغاله حريمي بس ولا حريمي ورجالي لا حريمي ورجالي. كمان؟ يس. بس هو الحريمي شغال اكتر عشان انت بتلبسيه فهو ده اللي بيتباع اكتر يعني. بس فبوش قالي دي كانت تحدي يعني جامد، حاجات كتير كانت تحدي ليا جامد. وطلعتي من بوش النضارات على ايه؟ النظارات بقى ابتدى البيبي بتاعي بقى بوش مانجمنت، دي بقى احلى حاجه بقى بحبها. دي اكتر حاجه بتحبيها؟ غاليه جدا عليا جدا طبعا. ليه؟ اتعلمت بقى فيها حاجات كتير وفهمت حاجات كتير وفي وقت قصير، وقدرت اثبت نفسي، وهي اللي كانت الانطلاقه بتاعتي. انك تنظمي ايفنتات دي حاجه مش سهله خالص، ولا كنت عندي فكره عنها اصلا. وصعبه، لان ده بيبقى يوم في العمر او يوم في السنه، فما فيش مجال للهزار. انت بتدمري بني ادمين لو حاجه طلعت مش مظبوطه، مش ينفع ملهاش ريبلاي، ملهاش اعاده. صح. فايه اللي وداكي هنا؟ يعني مين اللي زقك على دي؟ طب هقول لك، انا عندي محلاتي، كنت طبيعي. بنزل معارض بالمحلات بتاعتي وبتفرج، ما كانش بيعجبني، عمري ما عجبني اي معرض نازله فيه، لانه ما كانش بالمستوى اللي انا شايفاه. فقلت طب ما اجرب انا اعمل موضوع المعارض دوت. ابتدى معايا الموضوع كده، وفي حد ريل ستيت، ما اعرفش اقدر اقول ولا لا قولي يعني، اللي انت عايزاه، انا ما عنديش موانع. مصر ايطاليا، هم شافوا فيا او انا عرضت عليهم حاجه وشجعوني جدا، كان اول حاجه اعملها. they trusted me so much، وكانوا شايفين فيا قدره هائله وذوق، انك تعملي الايفنت ليهم. عملنا اول ايفنت ليهم ب 120 ديزاينر جايبينهم من الشرق الاوسط، اشتغلت عليها ازاي مش عارفه. 120 ديزاينر، 120 ديزاينر ببرودكشن، ببانلز كل يوم، اول مره يتعمل حاجه كده بالطريقه دي، بانلز، حاجات عن الومن امباورمنت، عن التجميل، كان كله افكار، يعني انك داخل 4 ايام انت عندك اكسبيرينس، انت بتعيش كده كانك في مكان كبير، محلات كبيره بقى، كان وقت الكورونا كمان، كانت الناس ما بتسافرش، فالناس كانت عايزه تشتري، وجبنا كل الناس دي من بره في مكان واحد تحت سقف واحد، ودي كانت الانطلاقه بالنسبه لي. جبت فنانين كتير جدا بقوا كل يوم بيحضروا ويجوا في البانل توكس، عملت كل ده، ما كانش عندي تيم. ما لسه كنت هقول لك معكيش تيم ومعكيش حاجه؟ كله فريلانسرز، ناس بتساعدني، عملت عروض ازياء تبقى طول اليوم شغاله لوحدك؟ بناس لا يعني قصدي بسيطه، انت اللي سايقه كل ده؟ بس هم ادوني تراست وادوني يعني ادوني اوكي، بس قصدي لا دماغك يعني انت لوحدك بتليدي كل ده؟ يس، بنمشي. وكانت دي بقى الانطلاقه. ابتدى بعد كده حد تاني ريل ستيت يقول لي طب لا انت عملتي باز وجبتي ناس، ما كانش حد لسه عارف هذا المكان، فبقى فيه فوت فول رائع جدا، وكان هما في الاول، كانت دي حاجه ليهم حلوه جدا. ابتدى مكان تاني عايز كده، ابتديت بعد شويه انا محتاجه ابقى عندي شركه انا مش فابتدت بقى بوش مانجمنت. ايه اكتر ايفنت بتحبيه عملتيه؟ انت عملتي ايفنتات كتير كبيره وناجحه، بس في اكتر ايفنت انت ما بتنسيوش، او لو حبيتي تفرجي حد على ايفنت انت عملتيه هتفرجي له؟ ممكن مايكل سينكو، الفاشن شو اللي كان في العالمين. اوكي، كان حلو جدا. الكل الفاشن شو كان انسبايرد بالفراعنه،
كان حاجه رائعه. والعالمين وقتها طلعت بشكل، انا يعني كل شويه اقعد اتفرج على الايفنت دي، بحبها. بس انا يعني بحب كل الايفنتس حتى لو كلهم ولادي. صغيره او كبيره. بحب كل حاجه، يعني البراندز الكبيره اللي جت من مصر وعملنا لها ايفنتات في اماكن اثريه. بحب اي ايفنت في المتحف طبعا، في القلعه، في الهرم، كلها يعني. طب ايه اكتر موقف عمرك ما هتنسيه في ايفنت حصل؟ اكتر حاجه صعبه ولا صعبة وحلو. صعبه؟ لما اشتغلنا في العريش في شمال سيناء. ايه اللي كان صعب؟ بلد رائعة وجميلة وكل حاجة، بس ما فيهاش حاجة خالص. أنا كنت كل حاجة لو نسينا حاجة هنا مأساة، وإنك توصل أصلا هناك صعب. يعني كان فيها خدمات بعيدة. obstacles كبيرة جدا، بس كان فيها متعة غريبة. أنا عامة بحب المغامرة. يعني قلت لي دلوقتي روحي، رحت بالعربية وقالوا لي روحي انت رحتي عملتي ايفنتات في ليبيا ورحتي انت عديتي بس أنا الفكرة. بحب، يعني يقول لك في ناس تقول لك لا أنا خايف، أنا ما أروح ليه يعني. قلبك جامد. بحب ده اللي بيديني السعادة. انت إن أنا أغامر وأشوف. ادرينالين، عايزه اللي هو عايزين اي اكشن. على طول. طب ايه الموقف اللي صعب اللي كنتي بقى هو ده كان بتضربي؟ المواتير مش راضيه تيجي، والمولدات ما بس بتجيش، في والتكييفات موقف حصل لك صعب على الهوا كده في ايفنت او حاجه، حصلت حاجه فصلت حاجه ما جاتش؟ انا كنت باخد كل حاجه في الاول على اعصابي، بس بعد كده عرفت ان كله بيخلص وكله كله بيتعمل. بيعدي. يعني وصلت لكده دلوقتي، بس في الاول كنت على طول ابقى خايفه وخايفه، وبعدين خلاص طمنت معايا ناس، خلاص بقى اي تراست دم، وكل حاجه ببقى من قبلها محضره لها ومحضره للتيم جامد. بحب احضر انا بنفسي كل حاجه للايفنت، وهقسم التيم ازاي وهنعمل ايه عشان كل حاجه تطلع زي ما انا عايزه. حصل لك محنه كبيره في حياتك بتاعه المرض، اتعلمتي منها ايه؟ دي قوتني وعلمتني وعرفتني حاجات كتير، وان الواحد ازاي يبقى يسلم اموره لربنا. مش ينفع يتحكم في كل حاجه في حياته، حتى لو فاكر ان هو انت تقدر تتحكم في كل حاجه في حياتك. انت لا، انت في الاخر ولا حاجه في ايد ربنا يعني. وعلمتني اسلم اموري لربنا، وان في اولويات. يعني بدات امور كتير تتصاغر، يعني بدأتي حاجات كتير كانت مهمه بالنسبه لي قبل كده اتغيرت. اكتشفتي انها مش حقيقي. مم. طب الفترة اللي جاية خططك ايه في الابجريد بتاع ياسمين؟ يعني انا شايف ان انت عملتي البراند بتاع النظارات، ما اكتفيتيش، دخلتي عملتي المانجمنت بوش. ايه اللي جاي؟ واكيد انت مش هتقفي عند بوش، اكيد هتعملي حاجة تانية. بوش بقى بتتوسع في الوطن العربي. ايفنتس. في الايفنتس، وعملنا كمان ادفرتايزنج، عملنا بوش ادفرتايزنج لسه بادئين باول اعلان. واحلامي كتير يعني ما بتقفش، وعندي افكار كتير جدا في نفس المجال، يعني مش هتخش على مجال تالت؟ يعني قولي لنا. بيتعرض عليا حاجات كتير جدا، بيتعرض عليا افكار كتير جدا، بس لا لحد دلوقتي انا يعني كفايه اللي انا فيه. طب ما تحكي لنا كده، انت التيم عندك بيشتكي منك قد ايه؟ بيشتكي مني. عشان ممكن يجيب مداخلات من التيم. يا ريت. هيترفضوا، هم يخافوا هيبقى. لا خالص. هما بيخافوا على زعلي وبيخافوا على بس بيقولوا شغلهم، ان انت ما بتناميش، واتعلموا مني كتير. وما بتناميهمش اه وفي مشاكل. وعلى طول عامله لهم ستريس. انا متعبه بس انا فير، واللي معايا واللي لما بننجح كلنا مع بعض، وبظهرهم وبلمعهم، وببقى مش شايفه ان انا بس ياسمين، انا دايما بسترس عليهم وعايزاهم البنات يظهروا، وشايفه ان هم دول المستقبل، ودايما بقويهم ودايما بشجعهم وبعلمهم، وبقول لهم استفيدوا من كل حد بيظهر في حياتكم. انا شايفه ان اي انسان بنشوفه او بنتعرف عليه ده استفاده ليا، ودايما اقول لهم الكلام ده. بعلمهم يبصوا في ورقتهم، بس دايما يبقوا متضايقين مش عارفه مين اخد ايه، فبقول نركز على نفسنا، نكبر مع نفسنا، فربنا هينجحنا. انت فيمينيست لدرجه ان الشركه عندك كلها بنات؟ معظمها. في ناس طبعا، يعني في عناصر يعني معانا طبعا مهمه جدا. اكيد في بس انت اشمعنى؟ صدقني ما اعرفش، يمكن انا برتاح في التعامل معاهم، او بشوف فيهم ان البنات، الست عامه مالتي تاسكر قوي، عايزه تثبت نفسها على طول، او يمكن بشوف فيهم نفسي. تشوفي نفسك فيهم فبتبقي هم حابه، صغيرين وانا صغيره، تبقي حابه تدعميهم ان هم يحققوا ده من بدري. يعني بس اي حد عايز يجي عنده فكره شركه نعملها مع بعض، بساعده وبكبره وببقى بسمع لهم جدا، بس طبعا يعني مش على طول. ايه اكتر لحظه ايجابيه في الكام سنه دول مش هتنسيها؟
ايجابيه ازاي؟ يعني كله ايجابيات. يعني هل اللحظه الايجابيه، اللحظه اللي مش هتنسيها، اللحظه كويسه، هل كانت في ايفنت ناجح؟ هل كانت لما اتكرمتي في حفله الامارات لما خدتي صدقني جايزه؟ لا، هو كل يوم لما بعمل حاجه بنجز حاجه وتخلص وتبقى حلوه والكلاينت يبقى مبسوط جدا مني، او لان انا مش بس بعمل، بقول لهم احنا براند، انا بس مش شركه ايفنتس، ما في مليون شركه ايفنتس. طب انا ايه اللي هيميزني عن اي حد؟ انا بقعد مع الكلاينت بشوف هو بعد الايفنت ده هنشتغل ازاي على الايفنت اللي احنا عملناها، بكون امينه جدا معاه. ممكن اقول له انت مش محتاج اصلا ايفنت، انا مش هعمل لك حاجه، انا هعمل لك حاجه تانية خالص. يعني يبقى جاي لك عشان ايفنت فتقولي مش محتاج؟ ليه؟ كذا حد قعدت معاه قلت له كده، قلت له مش هتفيدك دلوقتي، ملهاش معنى. بس شغل جاي عايز لا ايفنت طب ما انا اهلا مش بيك. هتعمل له حرام يعني هيدفع ومش مش هيستفيد منها في هذه المرحله. يمكن هو محتاج حاجات تانية، محتاج ديجيتال ماركتنج، محتاج حاجات تانية، وده مش وقت الايفنت دلوقتي. ما انا زي ما كنتش امينه في شغلي مش هيرجع لي تاني كلاينت. فعندي كلاينتس بقى خلاص، هم كل سنه هم معايا، هم طول السنه معانا. طب انت لما بتفكري تاني في المشوار اللي قبل كده والمشوار اللي انت فيه، شايفه انك ممكن توصلي لايه فتزهقي فتقرري ترجعي تاني البيت؟ يعني خلاص، يعني مستنيه توصلي لحد حاجه معينه فبعد كده تقولي لا خلاص بقى انا تمام حققت نفسي فيه، ارجع اقعد تاني اريح دماغي بقى من الصداع؟ خلاص انا بقى ادمان بالنسبه لي الشغل، مش الله. هرجع تاني خلاص. مش انا عارف. مبسوطه كده اهو. انا بقت حياتي كلها هي يعني شغلي ده خلاص بقى هو الباشن بتاعتي، هو الدرايف اللي بيخليني كل يوم اصحى وعايزه اعمل انت بتدعمي جمعيات كتير وبتساعديهم في ايفنتس، تحكي بنعمل لنا عن حاجات الموضوع ده. كتير. مثلا بهية من اكتر المؤسسات اللي غاليه عليا، وحتى ولادي كنت بخليهم من هم صغيرين لازم يروحوا ويعملوا معاهم حاجات، وبندعمها على طول الخط يعني. اي مؤسسه تانية. عملنا مبادرات كتير وقت احداث غزه. عملنا مبادره انا اللي كنت منظماها كلها، كنا بنخلي اطفال المدارس كلها هي اللي تساعد بايدها وتعمل حاجات، وطلعناها غزه، اسمها اعطونا الطفوله. دي من الحاجات الغاليه قوي عليا برضو. ما انت زي ما الواحد بيستفيد لازم يفيد اكيد كل اللي حواليه. شايفه ان لازم افيد المجتمع وابقى ليا دور مجتمعي اكيد جنب الشغل بتاعي؟ اكيد. طب مين بيختار لك لبسك؟ لا ده انا، الستات بتتجنن. ده في ناس بتقعد تقول لي انت جايبه حد؟ لا ولا عمري قولي انا الحقيقه. بامانه بجد. يعني انا بحب عندي. انت عامله عقده للناس في اللبس لا يعني؟ خالص لا. يعني في ناس بتتابعك، بنات وستات بيتابعوك عشان يشوفوا انت هتلبسي ايه النهارده؟ بجد الله يخليك. لا يعني انت من وقت ما طلعتي وانت فكره بس انا طول الفاشن عمري ده. انا بحب اللبس قوي. بس هو مش بس اللبس، هو ما اظن اللبس ده مكمل برضو يعني. مكمل للشخصيه بس برضو عند اه الست مهم. بس يعني حاجات كتير هي اللي بتظبط اللوك برضو يعني. يعني يعني الطلة، اهتمام بصحتك، بجسمك، باليور سكين، ببشرتك، كل دي حاجات بتكمل يعني، اللبس مش لوحده برضو. وانت دخلتي في موضوع الكوزماتكس وعملتي كام ايفنت كوزماتكس اه كبار كده، ايه القصه بقى ما دام بمشاركة جبتي دكتور سيره شادي. البشره؟ عملنا كوزمو جيت في الصيف. كان بلاتفورم رائع لتقريبا 140 علامة تجارية انترناشونال 140 مصرية، مصريين وايمرجينج لسه طالعين، وانترناشونال براندز. كان بلاتفورم 4 أيام، بدكاترة، بناس من دبي، بضيوف، ببيع، بماركتينج للبراندز كلها. كانت تجربة رائعة، وسوق أنا كنت أول مرة أدخل برضو عليه. زي ما بقولك أنا بحب دايما أشوف إيه الجديد بس وإيه انت اللي عملتي حاجه ماشي. تحفه. كان رائع، وابتدى عملنا بعد كده مؤتمر طبي تاني برضو مع دكتور شادي في سوما باي. جبنا دكاترة كتير من بره وابتدينا ندخل في الحتة ديت اكتر. مجال كبير جدا ومجال بومينج في مصر بطريقة رهيبة، واقبال. انت عندك بيشتروا من البنات الصغيرة لحد كل الكبار يعني، عندك مبيعات مرعبة، وفي حاجات عندنا رائعة في مصر. ناس كتير في وقت الانتخابات اللي فاتت اتكلمت وكانت بتقول ان ياسمين لازم تنزل انتخابات تبقى عضو مجلس نواب ومرأة وواجهة للمرأة وحاجات كده. الكلام ده اكيد وصلك؟ اكيد وصلني، واكيد كانت حاجه تشرفني جدا. واتجاه سياده الرئيس ان المراه يبقى ليها الحجم دوت وليها ده المكانه تمثيل دي، كبير فعلا. ده حاجه رائعه وحاجه بجد انا فخوره بيها. لان المراه فعلا وراها يعني المجتمع كله، هي اساس المجتمع. فليه ما تكونش في مكان تتخذ قرار؟ يعني صح. هي في كل حاجه، في البيت وفي التربيه وفي التعليم وفي كل المجالات. صح. فلازم تكون في مكان اتخاذ القرار. فده طبعا اتجاه رائع
وفخورة بيه ومبسوطة منه جدا، بس يمكن ده مش الوقت المناسب ان انا اكون موجودة دلوقتي بسبب حجم شغلي مش هتبقي في تركيزك كله في الموضوع. طب ما بس يعني مش شايفه ان كان ممكن ده جنب ده، ولا انت ما بتحبيش صدقني مش عارفة، انا ماشية ربنا بيعمل لي توقيت لكل حاجة صح، فانا دايما بسلم له اموري. طب انت متكلمه ومتعلمه وبي ارنج وكل الحاجات، لو انت كنت دخلتي مجلس شعب وكنت اول قانون كنت هتطالبي بيه او طلب احاطه هتطلبيه كان ايه؟ ممكن اقول لك في حاجتين. في حاجة انا بشوفها مهمة جدا وعشتها مع ولادي، ان احنا عايزين نربط التعليم، وبما إن التعليم ده اهم حاجة اصلا، بقطاع العمل الحقيقي. يعني ايه؟ يعني انا شايفه ان احنا عندنا ناس كتير قوي معاها شهادات لكن ما بتشتغلش. معهاش مؤهلات تخليها تعمل براكتس فعلا للعمل. يعني صح. يعني ما صح. عندهمش تدريب، ما عندهمش. يعني انا شايفه ان لازم يكون في حاجات معينه، لازم يكون في تدريب اجباري. يعني انا مع ولادي كده كان كل صيف لازم يبقى في تدريب اجباري ان هم يروحوا يعملوا انترنشيب في شركات مهمه، ده حاجه من الكوريكولم بتاعهم. فانا شايفه ان دي حاجه مهمه جدا، ان شايفه ان لازم يبقى في شراكات بين الجامعات والقطاع الخاص تخلي الشباب يعملوا انترنشيب. الحياه العمليه، وده كمان عن تجربه، ما انا اخده شهاده وكل حاجه لكن حياتي العمليه حاجه تانية خالص. فاحنا عندنا شباب كتير، بنقابل ده فعلا حتى في الشغل، الناس خريجة إعلام ما بيجوا يشتغلوا في الصحافة أو في الإعلام بنلاقي إن غير لما تبقى انت نازل وعارف وعندك فعلا قدرات، وناس عندها فعلا مؤهلات ان هي تشتغل على طول، مش قاعد بالشهاده بقى وقاعد مستني. فانا شايفه ان فكرة حلوة. الانترنشيب حاجه مهمه جدا. انا شايفه ان يبقى في يعني بين الجامعات وبين كل القطاع الخاص يبقى في زي ديلز والناس والشباب يتعلم. وشايفه ان لازم رياده الاعمال تدخل في المناهج من فتره بدري في المدرسه. يعني إيه؟ يعني يبقى في منهج لرياده الاعمال والانتربرينورشيب والاداره الماليه، ده كله يبقى في المناهج بتاعتنا، مهم جدا. وانا عشت ده، بقول لك عن تجربه. انا اولادي من وهم صغيرين في ميدل سكول بيروحوا، من هاي سكول بيروحوا يعملوا انترنشيب في شركات وشركات كبيره، والموضوع ده فرق معاهم جدا. انا عشان ابني يجوا يشتغلوا دلوقتي عارفين. ثالث سنه في الجامعه اوريدي خلاص بيشتغل. ما شاء الله. فالتعليم اهم حاجه بالنسبه لي، التعليم ده هيحل لك كل يعني معظم مشاكلك الاقتصاديه. طب رأيك إيه لما القانون بتاع والخلاف بتاع إن الست ما ينفعش تقعد لوحدها في أوتيل ومش والكلام ده، وأنت واحدة ست وبتشتغلي وعارفة إنك ممكن تضطري إنك تسافري محافظة تانية وتسافري مكان تاني عشان عندك إيفنت عشان عندك حاجة، شايفة الكلام ده منطقي ولا؟ حاجه غير منطقيه وحاجه غريبه جدا وحاجه ديجريدنج جدا يعني. يعني مش ما تعديش دي اللي هو يعني إيه؟ انت شايف ايه؟ انا ما مش شايف لها معنى، يعني ما تقعد لوحدها انت بتمنع الزيارات في الاوض غير طبعا. للاقارب او طب ما الكلام طول وحاجات شبه كده، عمرنا تمام ده وشغالين، طب تمام. ما انا بروح كل حته وبروح اه بسافر بره وبروح كل حته، انا عندي على طول معارض بره، انا عندي لا انا سفر. بتكلم حتى جوه مصر، انت ممكن يبقى عندك شغل في شرم الشيخ، في الجونه، في طب ما كان الغردقه، عندنا مؤتمر المناخ وكنا لما شغالين مع وزاره البيئه، وكان كلنا ستات هناك عاملين كل قسم الفاشن، الفاشن براندز اللي كلها المستدامه، وعملنا حاجه كبيره جدا، وقعدنا في شرم الشيخ 20 يوم ولا 25 يوم، وبنات التيم بتاعي كله بنات صغيره، ما كانش فيه مشكله. ما كانش فيه اي مشاكل خالص طب المراه الحديديه يا ياسمين ثروت، خالص. مرأة ايه عاطفيه جدا ومش اللي حديديه ممكن خالص. يخليكي تعيطي؟ ايه اللي ممكن يخليك دموعك تنزل وانت المراه الحديديه التي لا تبكي؟ لا تبكي، تبكي عادي؟ بتبكي اه. بس الناس شايفينك من بره. بجد؟ والله. بس انت قعدت معايا النهارده شفتني شفت بطريقه تانية. شفت شفتني على حقيقتي. شفت. لا ببكي لو ببكي لو حد تعبان، ببكي لو حاجه ابني متضايق في حاجه ممكن ابكي لو حد عادي. عمل لك ايه؟ لو حد عمل لي ايه؟ يعني حد عمل معاكي ايه فممكن تعرف؟ لا بيعملوا كتير عادي، مش ده اللي يعني هيبكيني. يعني مش ممكن حد يضايقك؟ لا بتضايق على القريبين مني، تتضايق حد على حصل له الناس يعني، ممكن حاجه. تبكي عشان حد لكن مش عشان نفسك. لا اتعلمت حاجات كتير بقت يعني خلتني جامده الفتره اللي فاتت. صدمتي قوي في ناس كتير كده اه الدرجه دي؟ في مجال الشغل. انا كنت بس بالنسبه لي اتصدمتي في بقى، ناس، ده انت المفروض انك بعد ما نجحتي وبقيتي كده ان الناس تحاول تتقرب منك اكتر مش تصدمك. لا انا بتصدم من تصرفات ناس. انا بالنسبه لي برضو عايشه في حته ان شايفه المنافسه الشريفه، وان انا اتعلم وان انا ابص على نفسي، وما اعرفش ان في نوع اخر من المنافسه موجود في دي السوق. كل حاجه عندنا، اه كل حاجه. فيمكن ده اللي بيصدم، بتصدم من شخصيات، بس ما بعملش حاجه يعني، ما بعملش حاجه، ما بعاتبش حتى، ممكن ابعد شويه وبس. ما بتزعليش؟ بزعل شويه بس مش عايزه الزعل ده، ما عنديش وقت ازعل. انا واحده ما عندهاش وقت فعلا.
يعني انا الوقت اللي عندي هبقى مع سليم، هسافر لبنتي، يعني انا ما عنديش وقت فعلا. يعني عارف انا بجري، عارف الدنيا بتجري، ما انت عارف اكيد. ازاي الانسان يبقى شكله حلو من بره وكويس من جوه؟ زي ما انت قلتي ان الموضوع مش شكل بس، اه طبعا مش شكل طبع بس. كمان. ده كان عندهم خناقه ومش عارفه مين قال ايه ومين عمل ايه، وما كلمتنيش وما حطيتليش صورتي، الحاجات دي قلت لهم انا ما عنديش رفاهيه اصلا ان انا ازعل يعني. اه ما عنديش. لا، ده دول يعني عندهم وقت ان اه انا ما يركزوا. عنديش الرفاهيه دي اللي هي بتاعت نعاتب بعض ونتكلم. I don't have this. وده بيحقق لك ايه لما بتيجي تنامي بالليل وتحط راسك على المخده؟ بيحقق لك ايه ما كانش متحقق قبل كده، لا قبل انا ما الشغل بقيتش بنام، انا بعدت عن الراحه اللي اصلا؟ انا كنت فيها يعني ما اساسا. تحطيش راسك على انا بنام المخده؟ 3 ساعات بالعافيه، بالعافيه. انا واحده مخي شغاله على طول. ايه فرق ياسمين ثروت قبل الشغل وبعد الشغل؟ ايه الفرق الحقيقي اللي احنا مش شايفينه؟ كانت يعني الراحه، خرجت من الكومفورت زون بتاعتي خالص. كنت بنام يومي لا عادي، انت بلعب يعني رياضه انت حاسه كتير. ان ده اصعب؟ يعني مش مبسوطه؟ دلوقتي مبسوطه جدا، بس هو اصعب. بس السعاده اللي هي الحلوه اللي ليها اه. لذة. او انا اكتشفت حاجات في شخصيتي اكتشفت طاقه جوايا استخدمتها. ايه اكتر حاجه بتعلميها لاولادك؟ حاجات كتير. العطاء اهم حاجه، وامي هي اللي معلمانا كده، العطاء ده اهم حاجه، وانك ازاي تدي وتدي الناس اللي حواليك. امي معطاءه جدا، يعني عايشه حياتها لخدمه يعني شايفه ان وده صح، ربنا وده صح في الوقت ربنا اللي احنا فيه. جابها هنا في الدنيا عشان تخدم الناس. ده صح. فهي بتعمل خدمه رائعه، وانا بحاول ابقى ربعها يعني. هل ده صح طبعا. مع قله الاصل اللي انتشرت بس في انا الاوساط؟ بشوف لا، بص ربنا بيرجع لك كل حاجه، كل ما بتعمل حلو بطريقه ما هيرجع لك. مهما خدعت في اشخاص وحصل لي حاجات ومواقف وحشه، بس خلاص. ما غيرتيش وجهه نظرك في الدنيا في وقت من الاوقات؟ يعني ايه كان في تيرن بوينت في ما عرفتش حياتك؟ بقى يقولوا لي ما ينفعش ولازم لا انت ما كانش فيه في حياتك تيرن بوينت غيرت وجهه نظرك في الحاجات؟ اكيد واحد بيقابل حاجه كده لا يمكن وقت مرضي لما الناس بعدت شويه عني، وما بقتش لاقيه كل اللي حواليا زي الاول. بعدت ناس عنك ناس وانت؟ في ناس طبعا صحابي على طول لا طول بس عمرهم. بتكلم ان في ناس تانية. ما انت ما دام مش موجود يعني اللي بعيد عن بتتنسي. العين بعيد عن القلب. غصب عنهم يعني، يعملوا ايه؟ ما واحده يعني. وبعد ما رجعتي قابلتي الناس دي تاني؟ عادي بتعملي معاهم عادي؟ عادي خالص. مالك يا ستي؟ مالك؟ عادي ايه؟ لا مش عادي. صدقني عادي. لا مش عادي. ما عندناش بقى، عايزين نشتغل، عايزين نكبر، عايزين نبقى مؤثرين، عايزين. ما بقاش عندك وقت حتى انك انت تاخدي حقك او تحسي انك بتاخدي حقك في حاجه. يس. بجد انا بكلمك بكل امانه. لا يعني وبعدين يعني انت فاتحه باب التسامح ولا ما عندكيش وقت انك تعملي حاجه تانية؟ حاسه انه تهدير للوقت، يعني انا عندي حاجات كتير استفيد منها في وقتي ده. الوقت ده حاجه، ده هديه من ربنا، ده هديه ادهاني، فانا لازم استغلها. السوق السعودي اسهل في الايفنتات ولا السوق المصري؟ انا بحب السوق المصري. يعني بس انت عندك شركه هناك ايوه. وبتعملي لا ايفنتات. رائع طبعا كل حاجه، بس انا هنا برضو حاجه تانية. بس طبعا ليه؟ بحب هناك جدا، وسوق رائع، وعملنا فيه ستوريز اوف سكسس كتير جدا، ومميز جدا، والناس بيحبونا هناك جدا بس مصر غير. انت مستريحه انا اكتر. وطنيه جدا. الاسبوع اللي فات كنت قاعده مع واحده بتقول انا ما بحبش اجي القاهره دي خالص، انا بحب اروح الساحل. مش قادره اقول لك عملت ايه. حد قالوا لي طب هي بتقول رايها، بتقول رأيها بس انت ما هي غلطتش ما على غلطتش. فكره. ازاي تقولي كده؟ دي بتضايق جدا، بقى عندي غيره رهيبه بجد، بكلمك بامانه، اسال صحابي. طب انت فاكره اول ايفنت عملتيه، اول شغلانه عملتيها، او اول نضاره بعتيها؟ يعني اول بيزنس حقيقي اشتغلت فيه؟ نظارات. كانت اول نضاره بعتيها؟ انا عايزه اقول لك على حاجه، واحنا جايين في الطريق دلوقتي، الدرايفر اللي معايا، السواق اللي معايا من اول ما ابتدي، من قبل ما كنت بشتغل، فقعد يفكرني، قال لي فاكره يا مدام ياسمين كنت بروح اودي النضارات ونبيعها واجيب لك الفلوس، فاكره الايام دي؟ اول نضاره بعتيها كسبتي منها كام؟ كسبتي كام؟ مش ثمنها كام؟ مش فاكره، يمكن 3000 جنيه حاجه كده يعني. عملتي بيهم ايه بقى؟ ولا لا ما قعدت كانوا بقى اشتري عاديين؟ حاجات تانية بقى، ما لا انا قعدت. بتكلم انك انت اول 3000 جنيه بتاعتك من شغل، فاكراها ولا عدت عادي؟ الموقف ده عدى عادي؟ لا فاكره اني كنت مبسوطه، وفاكره اني ابتديت بقى احوش واكبر بقى البيزنس ده لحد ما بقى عندي محلات في احلى اماكن في مصر. ايه الحاجه يعني اعتبر ماي بيزنس كله هو اللي عمل نفسه، يعني ما حطيتش راس مال يعني. هو ليه بوش؟ ليه بوش؟ بوش يعني حاجه luxurious. اي نو، بس ليه بوش؟ ليه ما بوش اعرفش، بقى كنت قاعده في مكمل البيت في معانا؟ لندن،
وفكرت اسمي ايه النضاره دي، قلت هعمل بوش طب ليه شيدز بقت بوش نظارات وبوش ايفنتس ونخلص عشان لو جبنا الاسم بقى بيبي تاني يفضل، عشان بقى تزهق نبقى بقى بوش من برضه؟ بوش ادفرتايز، عشان تزهق من بوش كده تبقى في كل يعني حته. ليه ما فكرتيش تغيري تسميهم حاجات تانية وتبقى بوش دي مثلا الهولدنج انا كامباني عشان انا بقى؟ اللي عملت الاسم بنفسي، عملت البراندنج بنفسي، فعزيز عليا. قعدوا معايا ناس قالوا لي لازم تغيري وتعملي اسم تاني مش هقدر. كان يومك بيمشي ازاي قبل الشغل يا ياسمين؟ اصحى قبل الشغل اه على طول عمري بصحى بدري، ما بصحاش حتى وانت عندك الشغل؟ كنت بوصل ولادي مدرسة، بروح ألعب رياضة، بنخرج مع صحابنا، على طول في ارتباطات، يعني حياة طبيعية اجتماعية. كنت منتشرة جدا في كل يعني السوشيال لايف، ومع ولادي في تمارينهم في حاجتهم مع أهلي. كان ايه الاستمتاع بتاعك يعني ايه الوقت الممتع اللي كان في يومك؟ رياضتي، في الرياضة مع ولادي. انت مواظبة على الرياضة؟ بحاول. بتحبي الموضوع ده؟ كنت اكتر زمان، كان عندي وقت اكتر طبعا، بس دلوقتي على قد ما اقدر بحاول اعمل حاجات مش زي ما كنت بعملها الاول بعد ما تعبت كمان، بس بعمل حاجات معينة، بيلاتس، بعمل حاجات معينة. لو في واحد شخص وحشك ونفسك تعزميه على كوباية شاي من كتر الانشغال ما بتقابليهوش، يبقى مين الشخص ده؟ او كوباية بصراحة فنجان قهوة. ابويا، بس ابويا توفى من سنتين الله فهو يرحمه يا وحشني. رب، الله يرحمه. لا انا بتكلم حد موجود، انت مامتي. الدنيا شغلاكي عنه فنفسك تقولي طب تعالى نقعد بقى مع بعض شويه ماما عشان مامتي برضه ما ما بلحقش بتلحقيش اشوفها كتير، تشوفيها. بحاول على قد ما اقدر، بس الدنيا واخدانا، بتاخدنا وبنزعل بعد كده. بتعتذر لك يا طنط، اه ما تزعليش يعني. يعني لا، مين من اصحابك طيب؟ عندي صحاب طبعا قريبين جدا على قلبي، بس بنتكلم على طول. بس هم بقى جمال ان هم بيعذروني وبيقدروا ان انا بقيت مشغوله، وبيشجعوني وبيساندوني وبيجوا لي اي ايفنت وفاهميني خلاص، يعني عارفين ياسمين مش هترد، هي مشغوله، هترجع تكلمنا، بس انا في ظهرهم في اي حاجه، وهم على طول في ظهري. ايه اهم عوامل نجاح اي ايفنت؟ تخطيط. اول حاجه لازم تقعد مع الكلاينت وتعرف ايه هو هدفه من الايفنت ديت، وهو بيروح لانهي كاتيجوري، وفعلا هتاثر في ايه، الناس اللي هيجوا شكلهم ايه. يعني في عوامل كتير جدا، مش بس التيم برودكشن نفسه بيطلع ولايت منين؟ الستيم. انا بحب جدا العب لعبه الثيم ديت، وبحب قوي اشوف دايما الرندرز وهي الايفنتس بتاعتك بتطلع. بيبقى ليها طابع كده اه على بعضه، تحسي ان هو في مميز. سيمتريه في الالوان والفكره والاختيار والجيف بحب اويز لو في دايما جيف حاجات اويز. ديفرنت، بحب دايما يبقى فيها حاجه مختلفه، مش بس اي ايفنت. غير كده البي ار مهم جدا، انك تشوف الناس اللي هتحضر الايفنت ديت الكلاينت عايزه ايه، حسب كل كلاينت. انا كلاينت الكترونكس غير كلاينت ريل ستيت غير كلاينت كوزماتكس، كل حد ليه طريقه معينه في شكل الايفنت، طريقه معينه للتارجت اودينس اللي انا عايزاه. حتى ايفن لمنصات الميديا مختلفه، كل براند حسب هي عايزه ايه، فهو ده ستادي، مش بس ايفنت وهعمل شويه ريندرز وحيطان وخلاص. انت بتعمل شغلانه على بعض، تقدر فعلا الكلاينت ده اللي دفع فلوس يستفيد منها، ويستفيد افتر ماث منها، يعني بعد ما تخلص الايفنت يشتغل بقى على الماتيريال اللي طلعت. يعني لسه كان عندي حد قريب عاملين له حاجه حلوه قوي ريل ستيت في المتحف، هو فرحان كنت جدا. عامله حاجه تحفه في المتحف، بس صح؟ قال لي، قلت له مش هنا وتقف بقى، انت ماشي عملت ايفنت تحفه وكسرت الدنيا، لكن لازم تستعمل بقى ده كله، لازم تظهر اكتر، لازم تروح تحضر كذا، لازم تدخل سبونسر في كذا، فلازم بيبقى عندي بلان وبصمه وعلاقه مع العميل. مين العميل اللي قعدتي معاه وضحكك، يعني لقيتيه بيتكلم في حاجه مش هتعمليه خالص يعني؟ في ناس بقى بتتكلم بقى، بتطلب حاجات كتير قوي وعايزاها يعني بما ما اختلاف تتعملش مادي. بقى. لا انا قصدي طلب منك حاجات ما تنفعش، اللي هو انت يعني ضحكتي، اللي هو انا ايه اللي جابني القعده دي؟ مش اكيد عارفة. قعدتي حاجه كده، طلبات غريبه يعني. في ناس بيبقى عندها احلام انها تجيب حاجات كبيره قوي، ما عندهاش البادجت، او في ناس بتطلب عايز اعمل ايفنت وخلاص، وهو اصلا ما ينفعش يعمل ايفنت، او مش وقت مناسب ان هو يعمل ايفنت. او يطلب عايز مثلا كل الفنانين يجوا لي، مش عارفه ايه يعني في حاجات بتبقى مش عقلانيه، او فاكر ياسمين ثروت هتعمل له احلامه كلها في هتحقق له احلامه الايفنت، طبعا. كلها في ثانيه. في حاجات انا ما اقدرش اعملها، او لازم المنتج ده يكون عندك رائع وانا مقتنعه بيه عشان اعرف برضه اشتغل لك. مين شخص قال لك برافو عليكي وكنتيش مستنيه منه كده، حد انت بتحترميه وكنتيش عارفه انه متابعك او شايفك؟ يمكن منافسين ليا، في ناس في منافسين ناس في ناس رائعه وبتشجعني وجميله بيقولوا لك برافو عليكي، وبيقولوا لي ده حلو، ده انك مش فرضتي كلهم نفسك. يعني طبعا، اكيد، بس انك في فرضتي نفسك اصلا ان المنافس يقول لك كده في وقت قليل. وناس اقدم مني بكتير جدا واكبر مني وبتعلم منهم طبعا. ايه المكان او البلد اللي نفسك تعملي فيها ايفنت، اللي هو نفسك يجي لك ايفنت في الحته دي؟
اي انت بلد في اي العالم. حته، بلد، محافظه، مكان، نفسك اللي هو انت قلتي انا لو انا عايز اعمل ايفنت في المكان ده، هنا عايز اعمل ايفنت هنا. نفسي اعمل في الاقصر. الاقصر امم مفيش حاجه بتتعمل هناك تقريبا بس نفسي اعمل في فكره عندي حلوه قوي نفسي احققها. في الاقصر. امم طب في معبد الاقصر. دايما انا شايفه ان اماكننا التاريخيه دي هي بتسيب بصمه رهيبه، يعني كل ايفنت بعمله في مكان آم، في تاريخنا بيفضل اشوفه كل سنه انه حلو قوي، يعني عارف بيفضل عايش معاك. هو لما بنهتم بده الدنيا بتبقى يعني بعد افتتاح المتحف، المنطقه بتاعت المتحف والاهرامات دي بقت طبعا بتشتغل بكثافه، كل ده والناس كلها نفسها. الناس كلها من العالم كله بيشوف مصر بطريقه تانية. يعني الناس بتستغرب انتوا بتعملوا ده في مصر لما يشوفوا ايفنت في القلعه ولا ايفنت في المتحف ولا على الهرم. اما العالم كله بقى بيجي لك دلوقتي حتى عشان يصوروا. فانا شايفه ان الايفنت بيزنس حاجه مهمه جدا، مهمه برضو جدا ان هي تظهر مصر، مهمه للسياحه وبتظهرنا بالطريقه اللي احنا بنظهر بيها ديت. لو ما اشتغلتيش في المجال ده كنت اشتغلتي يا اسماء؟ انا بقى كنت يعني لو ما كانتش جت معاكي السكه دي كنت ممكن تشتغلي؟ ممكن يبقى عندي فاشن براند بتاعتي. طب ليه ما قررتيش ممكن تعملي كده؟ ولسه ممكن. تديزايني؟ امم بتعرفي؟ معرفش عندي على طول، لا عندي تالنت كده. بتعرفي ترسمي يعني لا مش تعملي هرسم، كده؟ اكيد هجيب حد يرسم لي، بس عندي ببقى شايفه الحاجه، يعني عندك شايفه فيجن دي في ده؟ انها هتليق على دوت، ان ده يتلبس كذا، دي جسمها كذا يبقى تلبس كذا. يعني عندي الحته دي. وارد ان نشوف براند باي ياسمين ثروت؟ يمكن. لا يمكن ايه، ممكن نسمع عنه بكره بالحلقه ما ممكن. تنزل. انت ممكن. في صح. الريتم انت بتاعك ده. بتحمسني بقى وانا على طول في الريتم بتاعك ده ممكن نسمع عنه قبل الحلقه تنزل. صح نشتغل عليه. نشتغل عليه. حلمك ايه الفتره اللي جايه؟ انت ما تسالني على احلامي كل شويه، ما عنديش احلام آه. خالص. طب خطتك ايه الفتره اللي جايه؟ طيب خطتي ايه الفتره اللي جايه؟ نفسي فعلا اسيب بصمه واثر للناس اللي حواليا، م- مش بس عيلتي والتيم بتاعي، لكن نفسي ياسمين دلوقتي تبقى فعلا مؤثرة للناس اللي حواليها. نفسي فعلا يكون ليا دور في تمكين المرأة في مصر، دور مميز. نفسي التيم بتاعي يتعلم مني ويستفيد ويكبر واشوفهم بيكبروا، دي حاجة بتفرحني جدا. نفسي اشوف ولادي ناجحين. نفسي بقى حد من ولادك ممكن ينضم معاكي في بوش؟ ساعات بنتي بتقولي، بس هي رايحة في مجال طبي، بس ساعات تقولي نفسي ابقى زيك. نفسي ده يعني حاجة طبعا ما تبسطني. فكرتيش ان يبقى حد فيهم، وانت ما شاء الله الشغل بقى كبير والشركات بقت كبيرة، ان حد فيهم يبقى موجود؟ في واحد في مجال تاني خالص، وفي فاينانس وانفستمنت، وتيا لحد دلوقتي بتدرس طب، فمش عارفين هتعمل ايه بقى بعد كده. الصغير ده لسه مش باين له هوية. يعني بس نحاول نجنده من دلوقتي، بعد كده مش لاقي حد يساعدنا. ممكن ماما بناتي بقى، التيم بتاعي بناتي. جوزك دوره ايه بقى في النجاحات دي؟ هو كان السبورت سيستم بتاعي، ولولا طبعا ان هو وافق ان انا ابتدي كده من الاول، ما كنتش هقدر ان انا ابتدي. اي مشكله عندي بلجأ له هو، اي حاجه صعبه بروح له هو. رأيه ايه؟ اي حاجه بتزعلني او هو بيقويني وبيشجعني وبيساعدني برضو في معاملاتي مع الناس، وان انا مش كل حاجه اخدها على نفسي، وان انا يعني اتعلمت منه كتير. رأيه ايه في اللي انت حققتيه؟ فخور بيا جدا. لسه كنا قاعدين في قعده في راس السنه بنتكلم مع الولاد، فبيقولوا كان بيقول لهم ان هو قد ايه فخور بيا. فرحان باللي انت عملتيه، وانك انت بقيتي مشهوره جدا في وقت قليل، ده ما ضايقوش؟ لا اكيد. يعني اكيد بيضايقوا، يعني اكيد بيضايقوا انشغالي، وان انا بقيت انك بقيتي منشغله، بس انك في ان وقت انا قليل تحولت انت اصلا، يعني بقيتي بقيت واحده تانية. يعني فيمس ميدل ايست وومن، او يعني انت ما شاء الله انت بتتكرمي في الامارات، وشغلك في الحمد السعوديه وهنا في مصر حدث ولا حرج، وفي ليبيا فانت ما شاء الله انت بقيتي في وقت قليل. يعني هو الراجل معروف ومحترم وشغال بقاله سنين، بس انت عديتي الشهرة في ثانية الا ثانية. بس مش هتقدر تقول حاجه غير لو شفت حاجه كده هتبقى هتسقف له. صح ولا مش لا؟ عارف اقول حاجة تانية. صح. هسقف. يعني انا بسقف لي. انا بسقف لك. لا وانا بسقف لك انك انت قدرتي انك تعملي كده. اي حد عدى باللي انت عديتيه. انا تجربه مرضي دي كمان كانت صعبه جدا، يعني حد غيري كان استسلم مرض واخدت ادويه صعبه جدا، وعندي مرض كان اسمه سوسايدال ديزيز، يعني انا عايشه في الام اعصاب مرعبه ومش باين عليا حاجه، فما كانش اي حد فاهمني. ناس بتنتحر من الالام، كهرباء في الوش وفي الجسم، كان حاجه كده صعبه جدا. فان انا برضو واهلي ياخدوا قرار ان انا اعمل العمليه ديت، وان انا كانت عمليه صعبه. كانت صعبه جدا، وقعدت فتره كبيره مش موجوده هنا، وكنت خايفه اصلا اعملها، وكان ليها سايد افكتس اوريدي، ان نص وشي ما اسمعش بودني كويس انت خدتي الريسك ده ليه؟ ما كنتش عارفه اعيش.
كنت خلاص كنت اللي هو قاعده كنت اللي نايمه على يحصل طول، يحصل. يعني انا ادم وتي عاشوا فتره شايفيني يعني واحده على طول بادويه مهدئات، عشان انت مفيش حاجه الا الام الاعصاب اه غير بتاخد مهدئات تخليك تمام. نايم فعشت برضو، يعرفش ربنا برضو ليه حكمه في كل حاجه. يعني برجع افتكر دلوقتي الايام دي، بس تخيل بتنساها وبشوف ان هي بشوفها من منظور تاني، ان دي حاجه بوزيتيف، ان انا قويت واتعلمت وربنا اداني وصبرتي فرصه جديده. وصبرتي وتعبتي، صبرت طبعا، وربنا لازم يدي قعدت لك رزق. تعبانه كتير. قعدتي في الوجع ده قد ايه؟ 5 سنين. 5 سنين؟ اه لا لا ايه ده انا كان صعب جدا، كتير. وكنت على طول ادخل المستشفى من كتر الالام اون اند اوف اون اند اوف، لحد ما الموضوع في الاخر بقى زاد جدا. الاول كان بيجي لي اتاكس، بعد كده كان زاد جدا. كنت داخله بقى على الجروبس اللي عندهم نفس المرض دوت عشتي فترة صعبة أوي. جدا وعايشاها مش موجوده، انا على طول على ادويه، وهم استحملوني برضو، عيلتي كتير جدا. أنا اللي أنت عملتيه بعد واحدة قعدت 21 سنة. يعني ممكن حد غيري كان يقول عايز بقى انا عشت تعبانه، عايزه استمتع بحياتي يعني. طبعا أنا بقول لك أنت وحق بقى. برضو اي حد. لا انا بس انك انت حققتي اللي انت حققتيه ده بعد 21 سنة قاعدة في البيت بتربي ولادك، و5 سنين عيا، وانك تحققي اللي انت تحققيه ده، ما انا كان عندي بسقف لك. طاقة كبير جدا، كان عندي طاقة كبيرة جدا يا أحمد. يعني كنت حاطة الطاقة دي كلها في قبل عيايا، حتى في حاجات تانية، إن أنا أخرج أفضل وأفضل مع العيال ألعب رياضة. يعني لا انت حلو عملتي جدا طبعا، كل ده رائع، بس وإنك تربي ولادك انك رائع. عرفتي ترجعي اه وتاخدي البوزيشن اللي انت فيه النهارده يا ياسمين. انت ما ضيعتيش حاجة، انت خدتي كل حاجة. الحمد لله. انا فخور ان احنا صحاب، وفخور ثانك ان يو. انا قاعد معاكي أنا بجد، انبسطت النهاردة جدا لانك معاك. انت تجربة بجد ملهمة. أنا اتعلمت كمان، ما عنديش اكسبيرينس، أنا ما أعرفش ما انا يعني بقول إيه مانجمنت. أنا ده كله يعني انت اتعلمته. تجربه ملهمه، انك انت واحده قعدتي ربيتي عيالك، استحملتي مرض، رجعتي تشتغلي، نجحتي، حققتي حاجات من صفر. شغلك ما بيعتمدش على الفلوس، عشان اقول لك انت ست معاكي فلوس وغنيه، فانت بتشتغلي بفلوسك. انت شغلك بيعتمد على ثقه ناس صح وكلاينتس فيكي، ما بتشتروهاش بفلوس. انا مش هاجي ابوظ الايفنت بتاعي عشان انت هتديني فلوس. بالظبط. فانت لو مش شاطره مش هجيبك. صح. فانت ما شاء الله ثبتي نفسك في مجال ما فيهوش مجامله، ما فيهوش هزار، في وقت قليل. فبجد في انت ماركت صعب كمان جدا. انت ست ملهمه لاي حد بيتفرج ثانك عليكي، حتى للرجاله. يعني انا ثانك انا يو يا انا احمد. عاجبني، يعني انا بقعد اقول انا عملت في حياتي، بس انا ما عملتش ربع اللي انت لا عملتيه. ازاي، لا. لا انت استحملتي وعملتي حاجات كتير قوي قبل الشغل كمان. انا مبسوط قوي ان انا قاعد معاكي، انا كمان يا احمد، ميرسي جدا. ونورتيني يا ياسمين، ثانك يو. وشرف ليا ان كانت انا عملت فرصة معاكي رائعة اللقاء ده. واسئلتك جميلة. والحمد لله. شكرا على حسن متابعتكم، اشوفكم في بودكاست جديد. ايجي بودكاست بزنس.